قصة معاناة محمد فوزي. الفنانة مديحة يسري بتحكي إنها في مرة كانت قاعدة بتتعشى مع ابنها عمرو محمد فوزي، وفجأة رن جرس التليفون. رفعت السماعة لقت صوت محمد فوزي وباين عليه تعبان جدا، وبيقول لها: أرجوك يا مديحة، عاوز أشوف عمرو دلوقتي، أنا مسافر الصبح وحاسس إني مش راجع مصر تاني وأنا على قيد الحياة. مديحة اتصدمت من كلامه وصرخت فيه: حرام عليك، ما تقولش كده، إن شاء الله هترجع بأحسن صحة. لكن قلبها اتقبض من إحساسه. بسرعة لبست ابنها عمرو ونزلت بيه لحد باب بيت محمد فوزي، وقالت لابنها: لما تخلص زيارة بابا كلمني في التليفون أجي أخدك. بعد فترة اتصل عمرو، صوته كان متغير وبيعيط. راحت له مديحة بسرعة، ولما قابلته لقت عينيه مليانة دموع، وقال لها: يا ماما، أنا معرفتش بابا. وشه بقى صغير جدا وخس خالص ومش قادر يتكلم. طول الوقت كان بيبوسني وبيقولي: اسأل دايما على إخواتك الكبار، خلي بالك من نفسك يا عمرو، اسمع كلام ماما وذاكر دروسك. من هنا بدأت رحلة محمد فوزي مع المرض المجهول. على مدار 1.5 سنة لف على 25 دكتور في مصر. كان بيشتكي من آلام مبرحة بتنتشر في كل جسمه، وفقدان وزن رهيب، وفقدان للشهية. الأطباء كلهم احتاروا، محدش عرف يحدد طبيعة مرضه. كل اللي قدروا يعملوه إنهم يكتبوا مسكنات وفوزي يعيش بيها يوم بعد يوم، لحد ما المسكنات ما بقتش بتجيب نتيجة، لا نوم بالليل ولا راحة بالنهار. وهنا قرر محمد فوزي إنه يسافر يتعالج برا مصر. أول محطة كانت لندن، وهناك أقام في مستشفى 3 شهور كاملة. كانت معاه زوجته كريمة، واللي اتعلمت التمريض مخصوص علشان تقدر تخدمه وتكون جنبه 24 ساعة. في لندن الأطباء اختلفوا، مرة يقولوا سرطان في الدم، مرة تانية اشتباه في ورم خبيث في القولون، وآخرين يقولوا آلام روماتيزمية في عظام الحوض، حتى إنهم عملوا له عملية نشر لعظام الحوض 6 سنتي من الجنبين. لكن النتيجة كانت فاشلة والوجع ما كانش بيروح. دكتور فرانك طبيبه المعالج قرر إن هو يبعت كل الإشاعة والتحاليل لمستشفى البحرية الأمريكية للتشاور، ونصح محمد فوزي إنه يسافر ألمانيا. وبالفعل سافر ألمانيا ورجع مصر لفترة قصيرة، بعدها رجع تاني ألمانيا. لكن حالته ما كانتش بتتحسن، بالعكس بتسوء يوم بعد يوم. المستشفى الألماني اضطر يطلع بيان رسمي قال فيه: لم نتوصل إلى معرفة طبيعة مرض محمد فوزي الحقيقي ولا كيفية علاجه. إنه 5 شخص على مستوى العالم يصاب بهذا المرض النادر، وقد وصل وزنه إلى 36 كيلو فقط، واستمر الألم ينهش فيه. والفنان محمد فوزي كتب رسالة قبل ما يموت بكام يوم، وكان بيقول فيها: منذ أكثر من سنة تقريبا وأنا أشكو من ألم حاد في جسمي لا أعرف سببه. بعض الأطباء يقولون أنه روماتيزم، والبعض الآخر يقول أنه نتيجة عملية الحالب التي أجريت لي. كل هذا يحدث والألم يزداد شيئا فشيئا، وبدأ النوم يطير من عيني، واحتار الأطباء في تشخيص هذا المرض. كل هذا وأنا أحاول إخفاء آلامي عن الأصدقاء، إلى أن تمكن مني المرض ولم أستطع القيام من الفراش، وبدأ وزني ينقص، وفقدت فعلا الكثير من وزني، وعزفت نفسي عن الأكل. حتى الحقن المسكنة التي كنت أحقن بها لتخفيف الألم أصبحت لا تؤثر فيه، وبدأ الأهل والأصدقاء يشعرون بآلامي وضعفي، وأنا أشعر أني أذوب كالشمعة. إن الموت علينا حق، وإذا لم نمت اليوم سنموت غدا، وأحمد الله أنني مؤمن بربي، فلا أخاف الموت الذي قد يريحني من هذه الآلام التي أعانيها، فقد أديت واجبي نحو بلدي، وكنت أتمنى أن أؤدي الكثير، ولكن إرادة الله فوق كل إرادة البشر، والأعمار بيد الله، لن يطيلها الطب، ولكني لجأت إلى العلاج حتى لا أكون مقصرا في حق نفسي وفي حق مستقبل أولادي الذين لا يزالون يطلبون العلم في القاهرة. تحياتي إلى كل إنسان أحبني
ورفع يده إلى السماء من أجلي. تحياتي لكل طفل أسعدته ألحاني، تحياتي لبلدي، أخيرا تحياتي لأولادي وأسرتي. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويجعل مرضه شفيعا له يوم القيامة.